بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ كل سنه وانتم طيبين ويد عليكم الايام بخير يا رب. النهارده من مطبخ مجيده ان شاء الله. هعمل معاكم فطيرتين كده باللحمه، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. وقبل كده ما نخش على الطريقه، مش هوصيكم بقى اللايكات والمتابعه بتاعتي اللي ما دخلش قناتي يخشها ويعمل لي لايك عشان اعمل لكم كل جديد، اخواتي وحبايبي، وما تحرمش منكم يا رب وخليكم ليا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعضين. طبعا هنا انا معايا 4 كوبايات دقيق، حطيت 3 وادي الرابعه اهيت. 4 كوبايات دقيق، نص كيلو يعني 500 جرام. معايا معلقه سكر هحطها، معايا معلقه خميره كبيره برضو هحطها، معايا نص معلقه شاي صغيره ملح هحطه، معايا ربع كوبايه زيت، معايا شويه زعتر صغيره هنا هحطهم. ويلا بينا نقلب بقى ايه الخلطه دي كلها مع بعضيها. نقلب كده كل ده مع بعضه، النواشف كلها مع بعضيها، نقلبها تقليبه كويسه كده. يلا بينا. حطينا هنا كوبايه لبن بميه، معلش ما جاتش اللقطه دي، حطينا كوبايه، لو عايزنا نحط. حطيت الاول كوبايه وهحط هنا نص كوبايه برضو واقلب، ومع بعضينا واحده واحده، لو عاوزنا نحط. تمام. طبعا احنا هنا عجننا العجينه، بصوا جميله ازاي، بقت جميله ازاي. طبعا انا هنا هلمها بقى، احط لها شويه زيت. احنا هنا بقى هنحط لها شويه زيت صغيره، وهنغطيها بقى ونسيبها ايه تخمر. هنحط بقى حبه زيت صغيره، حبه كده صغيره، نلفها بقى في الكروانه. هنسيبها بقى، نغطيها ونسيبها لحد ما تخمر. تمام. يلا بينا بقى نشوف هنكمل ونعمل ايه مع بعضينا واحده واحده. طبعا العجينه هنا ما خدتش الا كوبايه ونص ميه بس، يعني خدت كوبايه لبن ونص كوبايه ايه ميه، ويكون اللبن دافي والميه دافيه عشان تخمر بسرعه. ويلا بينا مع بعضينا بقى نشوف هنعمل ايه. احنا غطينا العجينه هنا بالاسترتش، وهنحط لها بقى حاجه كده نغطيها لما تخمر بقى ان شاء الله نبقى ايه نجيبها. يلا بقى مع بعضينا. جبنا بصلتين وحطيتهم على النار، حطيت لهم معلقه سمنه بلدي وشويه زيت، هشوح بقى فيهم كده. هنعمل عصاج بقى عشان هعمل فطيرتين زي الحواوشي كده. يلا بينا. انا هنا معايا ربع كيلو لحمه، معايا جزره صغيره، معايا طماطمايه، معايا هنا قرن فلفل، هحطهم على اللحمه ومع بعضينا واحده واحده. معايا شويه زيتون. هنا انا هسقط بقى اللحمه، احط اللحمه واقلب، اقلبها كده مع البصله، اقلب بقى كده. طبعا هنا معايا بهارات، معايا فلفل اسود، معايا شويه جوز الطيب، معايا شويه بهارات السبعه، حط حبه كده صغيره واقلب بقى. هنا بقى هنحط الطماطم والفلفل والجزر واقلب بقى كله مع بعضه. معايا شويه خضره صغيره هنا، معايا زيتون هحطه برضه واقلب. معايا شويه ملح هنا، معلقه ملح صغيره، هقلب بقى واسيبه يتشرب كده، اسيبه تشرب ميتها مع بعضيها وارجع لكم تاني. طبعا انا بقلب هنا اهوت، هسيبها بصوا شربت ميتها كلها اهي. بصوا ما تخلوش فيها ميه عشان ما تبوش ايه العجينه. تمام. بصوا شربت ميتها كلها اهو. طبعا انا ايه مش هحطها سخنه كده، هسيبها بقى تبرد ومع بعضينا واحده واحده. بصوا هنا بقى العجينه خمرت ازاي، بقت جميله. يلا بينا بقى نقرصها مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه.
طبعا انا هنا قرصتهم 2 كبار و2 صغيرين، اللي هي مجيدة دي الكبيرة هحطها تحت والصغيرة فوق. تعالوا بقى معانا مع بعضينا كده نبطط بقى ونشوف هنعمل ايه. يلا هبططها كده بقى. طبعا هي خمرت، سبتها اترفعت شوية، نفردها بقى. يلا بينا بقى نحط الحشوة. نفردها بقى كده. نفرد الحشوة كده. تمام تمام مع بعضينا واحدة واحدة. هنفرد بقى الصغيرة اللي هنحطها فوق الوش، هفردها كده. يلا بينا بقى نحطها على التانية. نحطها كده. نحطيها بقى كده. بصوا هنا بقى بعد ما بططناها ولا حطينا دي على ديت، حطينا الصغيرة على الكبيرة، هبططها بقى كده واحطها بقى ايه على النار تستوي. يلا مع بعضينا واحدة واحدة. طبعا احنا هنا حطينا الدوكة على النار، هنحط شوية زيت صغيرة، حبة صغيرين كده، ندهنهم بالفرشة كده، ندهنهم بالفرشة كده. تمام. حطينا بقى دي كده على الدوكة ونسيبها بقى ايه، نوطي عليها النار ونسيبها تستوي بقى براحتها ومع بعضينا واحدة واحدة. ويلا بينا نعمل التانية. طبعا احنا بنقلب ديت، مش هنسيبها طبعا كده لوحدها. بسم الله ما شاء الله. بصوا هنا قلبناها، بسم الله ما شاء الله، واحدة واحدة كده مع بعضينا، موطية عليها خالص عشان تستوي من جوه. هي اللحمة من جوه مستوية، بس ايه عشان العيش يستوي، العجينة تستوي. مع بعضينا واحدة واحدة.
هحركها بقى كده. بصوا الجمال والحلاوه تحفه. الريحه هنا مش هقولكوا على الجمال بقى. قلبتها على الناحيه التانية. انا هفضل الدن فيها كده واحده واحده، مش هستعجل عليها. بصوا الجمال، بصوا لونها جميل ازاي، احلى من الفرن. افضل كده احرك فيها والدن فيها. احنا هنا عملنا التانية اهيت، وهنجيب بقى الغطا بتاعها غطيها واقفل عليها بقى كده كده واحده واحده كده. تكي بقى الخروف كده عشان ما تفتحش منك. يلا بينا نحطها على النار. طبعا بصوا الاولانيه ديت، بصوا الجمال والحلاوه. يلا نقلبها. بصوا تحفه تحفه تحفه. سيبها تتلدن كده، متستعجلش عليها. بصوا الجمال، احلى من الفرن. بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا الجمال. قلبي فيها كده عشان ما تشعوطش. بصي الجمال والحلاوه بعد ما حطيناها. قلبي فيها كده عشان ما تشعوطش وتبقى ناحيه مستويه وناحيه لا. بصوا الجمال هنا، بصوا تحفه ازاي. ده حركي فيها كده عشان تبقى كلها زي كده لون واحد كده، عشان تبقى كلها لون واحد كده زي بعضيها. بصي اتحركي فيها كده. بصي دي التانية، دي عملت الاولانيه ودي التانية. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا قولوا ايه رايكم بقى. متنسونيش باللايكات بالله عليكم، لايكاتكم الجميله اللي بتشجعني دي. بصوا الجمال والحلاوه تحفه. على الهادي كده بالراحه كده، واحده واحده على البوتاجاز. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال والحلاوه. قولوا لي ايه رايكم. طبعا الاكله دي ممكن تعملوها في رمضان. بسم الله ما شاء الله جميله. يلا بينا بقى كده، احنا خلصنا الاثنين. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. ما تنسونيش باللايكات بالله عليكم. بصوا هنا بقى الفطيره بعد ما استوت هتقطعها. بصوا هنا بقى الجمال والحلاوه. قولوا لي ايه رايكم بقى. بصوا تحفه تحفه تحفه. بصوا الجمال والحلاوه. يا رب كده تكون طريقتي عجبتكم ونلت اعجابكم. قوموا كده يلا كده نفذوها، جميله قوي والله وهتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش بقى باللايكات بتاعكم ولا تفعيل الجرس، واللي ما دخلش قناتي يخشها ويعمل لي لايك عشان اعمل لكم كل جديد. اخواتي وحبايبي، وما تحرمش منكم يا رب. وكل عام وانتم بخير، وعود عليكم الايام بخير يا رب. اختكم مجيده من اسكندريه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من مطبخ مجيده ان شاء الله. هعمل معاكم النهارده فطاير اللحمه على البوتاجاز. ويلا بينا نشوف الطريقه وهنعمل ايه. طبعا انا عملت الفطاير. بصوا هنا الجمال والحلاوه. بصوا تحفه تحفه. بصوا تحفه بجد. بصوا الجمال. جربوها واعملوها وهتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا مع بعضينا نشوف طريقه مجيده هتعملها ازاي. وما تنسوليش من اللايكات الله يكرمكم كده وتفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. اخواتي وحبايبي، وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. الطريقه دي تنفع في رمضان ان شاء الله، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. ويلا بينا على مطبخ مجيده نشوف هنعمل ايه.